هذه آلة البصمة. واليوم ولمدة شهر كامل أنا بكون موظف بدوام رسمي وأوقات عمل رسمية مباشرة من أول يوم متأخر، وكل أسبوع بتزيد علي الصعوبات وحتى الأشغال، فخلكم موجودين إلى الأسبوع الرابع لأن بتصير فيه أشياء صعبة. وأتوقع بيكون شيء جدا صعب علي، لأن أنا بحياتي ما قد اشتغلت في وظيفة بأوقات عمل ثابتة، مباشرة متأخر وقاعد أسمع صوت مديري يناديني. السلام عليكم، مسامحة تأخرت، مسامحة. لا عادي ما عليك، بس أهم شيء لا تكررها. اي نعم، أنا بكون مدير نفسي لمدة شهر كامل. الله يعين اللي يداومون بنكتاي وبدلة كل يوم. بس السنة اللي فاتت كان عندي مشكلة كبيرة، ما أعرف شنو اسمها بالضبط، الكسل، بروكراستينيشن، العيارة والجنبزة، سمها اللي بتسميها، بس من الآخر هي عبارة عن حالة، أتوقع مو أنا الوحيد اللي تصيدني، إن لما يكون عندي موضوع جدي لازم أشتغل فيه، أقوم ألاقي أي شيء في الدنيا عشان يشغلني عنه. فمثلا عندي فيديو حق اليوتيوب لازم أصوره، أقوم أقول خلني أدخل في مزاج حلو قبل لا أبتدي أصور، فشنو لازم أسوي؟ اروح العب. فيلا بكل بساطه بروح العب، اشغل لعبه، اقعد العب ساعه ساعتين ثلاث، يلا خلص صار وقت التصوير، اقول لا انا تعبت 3 ساعات قاعد العب، ظهري عورني، احتاج اريح. بعد الراحه يكون مزاجي حلو واكون ريحت وابتدي تصوير، صح؟ لا ما يصير هالموضوع. اقوم من الراحه اقول اوه احتاج قهوه عشان ادخل في المزاج، اي بصور اقول اوه صار الليل، يلا باكر بصور، وينعاد السيناريو ينعاد. وما اتكلم عن التصوير بس، حتى ايام الجامعه، ايام الدراسه، حتى ايام المدرسه، دائما يكون عندي هذه العاده. هاي تذكير، روح اشرب ماي. والحل حق هالعاده هو بكل بساطه انك تضبط نفسك. فالحين مع الدوام انا سويت شيء، كل الاجهزه اللي هني ما فيها ولا لعبه، عشان الالعاب ما تكون هي الشيء اللي يلهيني. بعد هالخطوه انا حسيت روحي عبقري، خلاص مستحيل في اي شيء يضيع وقتي، لكن كان في شيء اخطر ما حسبت حسابه. يعني شلون يعيش ابيض؟ لحظه، الحين انا بمثل ان انا انشغلت في التليفون، وفعلا انشغلت بالتليفون. حلو. اي نعم، الجوال اللي احيانا يكون هو سبب الانتاجيه كلها، واحيانا يقضي على كل الانتاجيه ويضيع يومك. خلاص بس هيك اسال. واول ما امسك التليفون انا اكون وقعت في الفخ، واتوقع مو انا الوحيد اللي دائما اطيح في هالفخ. مره اذا لاحظت هالشيء او لا، بس في الفتره اللي فاتت برامج التواصل الاجتماعي كلها قامت تسوي نفس التكتيك، واللي هو تكتيك الاندلس سكرولينج. قبل لما كنت تدخل يوتيوب او انستغرام او اي برنامج ثاني، كنت توصل لمرحله انك خلاص تصفحت وشفت كل الاشياء الجديده وبس، ما في شيء او محتوى جديد بتشوفه، فتترك الجوال او اللابتوب او اللي يكون. لكن الحين مستحيل هالشيء يصير. انا ليش فاتح الجامع ما اعرف. لما تدخل انستغرام او تويتر، عفوا اكس او اللي يكون، يعني دائما اول ما تسوي ريفرش تطلع لك صفحه جديده كلها محتوى واشياء ما شفتها من قبل. نفس الشيء عندك تيك توك، نفس الشيء عندك الريلز والشورتس، وحتى اليوتيوب لما تسوي ريفرش خلاص ما تطلع لك الفيديوهات اللي اقترحوها لك قبل، تطلع لك قائمه جديده بفيديوهات كلها جديده. هالشيء هدفه انك ابدا ما تحس انك شفت شيء من قبل، كل شيء فيك فضول تبي تشوفه، تبي تسمعه، تبي تقرا عنه، وهالشيء يخليك ما تحس بالوقت، ما تقول انا اوريدي شفت هالفيديو خلاص ضيعت وايد وقت باترك التليفون، لا انت للابد ماسك الجوال تتصفح. فلهالسبب كان الحل ناخذ الجوال وخلاص ارميه على صوب. وين راح؟ وهالحل كان ممتاز حق اول 5 دقائق، وبعدها رجعت نفس المشكله، اضيع وقت وانا اروح حق الجوال واشوف المسجات وغيره. فقررت اني احتاج حل تهذيبي اكثر. رحت وشريت برنامج، وانا متاكد انه في مثلا نفسه بس ببلاش، اسمه فورست او معناها الغابه. بكل بساطه يقول لك حدد الوقت اللي تبيه، فمثلا خلينا نفترض حاليا نص ساعه من التركيز، واول ما اضغط على هالزر يزرع لي نبته افتراضيه. اوكي 3 2 1. الحين المفروض ارمي الجوال على صوب وما اقدر المس الجوال او ارفعه، لان اول ما ارفع الجوال بيعطيني منبه بيقول لي عندك 10 ثواني، اذا لا زلت رفع الجوال بعدها النبته بتموت. فانا الصراحه خايف على نبتتي الافتراضيه. خلينا نروح نشتغل لمده نص ساعه بدون جوال. وفعلا ضبطت الخطه واشتغلت لمده نص ساعه بدون اي تشتيت، والاحلى انه كان في جائزه في النهايه.
طلع لي نوتيفيكيشن، صار عندي نبته في الحديقه مالتي نفس ما تشوفون. عارف انه شيء بسيط، بس لما اخلي الموضوع كانه تحدي انه لازم نبتتي ما تموت ولازم احاسب ولازم احاول، هالشيء يساعدني بشكل كبير اني اترك الجوال واقول يلا بروح اشتغل. بعد ما تغلبنا على اول واكبر مشكله بالنسبه لي، قدرنا يوميا ان نبتدي نداوم ونشتغل من الساعه 10 الصبح. لما ادخل المكان طبعا يكون ظلام، فلازم نبتدي بتشغيل كل الاجهزه والستاير عشان نحس ان الصبح يعني، وبعدها نحرك على لوحه الاهداف، نتاكد من اهداف اليوم السابق، واذا خلصناها خلاص نشيلها، واذا لا نخليها عشان نخلصها في هذا اليوم، وطبعا نحط اهدافنا حق اليوم الجديد، وبعدها نضبط اقوى قهوه ونبتدي شغل. نتوقع انه بعد اوكي الساعة 4:30، يعني طافت نص ساعة على نهاية دوام اليوم، والصراحة كان ممتع ومكلف في نفس الوقت. ليش؟ لأن اليوم كان عبارة عن شوبينج، مو حق ثياب، مو حق أغراض، لا، اليوم كان تسوق حق البلاجنز والإضافات حق برامج المونتاج اللي أستعملها. فمثلا أول شيء سويته ثبت الكاميرا شوي، لا الوين قاعد تتحرك يدك؟ صح الكاميرا على ستاند. ما عندي مصورين. المهم، فهاي شيء من الاشياء اللي سويناها، هاي الافكت اللي شفتوه، وفي نفس الوقت عندي هاي الافكت. ايش تبي انت؟ مثلا اعرف يمكن افكتات في حياتي ما بستعملها، بس وناسه يعني يكون عندك هاي الافكتات واشياء اكثر، يعني نفس الكلام اللي وراي قاعد يطلع الحين. اوكي خلاص. المهم شريت كل هالاشياء واكثر، فيعني نوعا ما بس قاعد اشتري واشوف افكار عشان اطور من المونتاج عندي، مع اني اعرف المونتاج هو مو كل شيء، بس هاي هو كان دوامنا اليوم. الصراحه مريح، واتوقع اذا باقي الايام هلا مريحه انا بكون مستانس، بيكون يعني تحدي سهل شهر كامل بهالطريقه، ما عندي اي مشكله. يلا أليكسا ستوديو اوف. نسيت اطفي الشمعه، ما له داعي يحترق المكان. ظلمت الدنيا وانا للحين في الدوام. ليش؟ لان بكل بساطه اليوم الصبح كان عندي موعد في المستشفى، وبالتالي اضطريت اتاخر عن دوامي، فبالتالي مديري لا خلى اسكت، ما بغلط على مديري، قال لي لا انت تاخرت الصبح لازم تعوضها في الليل. الحين الساعه 9 وانا توني بخلص دوام، بس الصراحه اليوم انا مستانس لان انجزت من ناحيه ثانيه. اليوم شغلي ما كان جسدي او في تصوير شيء متعب، او حتى مثلا مونتاج شيء ذهني متعب، لا اليوم كان عباره عن اليوم انا دوامي عباره عن دراسه، مو دراسه جامعه ومدرسه، لا دراسه اليوتيوب والسوشيال ميديا. احاول افهم اكثر شنو الاشياء اللي اقدر اطورها عندي، شنو الاشياء الموجوده عندي واستغلها، وفي نفس الوقت قاعد ادرس اليوتيوبرز الناجحين واشوف شنو الاشياء اللي ممكن انا اطورها عشان نوعا ما اسوي محتوى حتى احلى منهم. طبعا بالنسبه لي هالشيء جدا لازم، انك دائما تطور من محتواك ودائما تتطور وتحاول تتعلم. ما في انسان كامل، لو شنو كنت ناجح في اليوتيوب او برا اليوتيوب لازم تطور من نفسك، وابدا ابدا ابدا ما يكون عندك غرور او تعالي انه انا عندي هالارقام من المشاهدات او المشتركين او غيره فما احتاج اتطور، ما احتاج اغير. هني انت وقعت في اكبر خطا يسوونه اليوتيوبرز. انا مو انه طالع من السالفه وهلا، لا انا بروحي اوقع في هالخطا، بس المهم ان اتعلم منه. This way, his videos are not just a one-way dialogue. He actively involves the viewers. قاعد ومشغل اليوتيوب وقاعد ادرس الفيديوهات للناس عاده تنزلها حق الترفيه يعني. طاح القلم. خلصت الدراسه، يلا بريك. اوكي حاليا خلصت مونتاج المقطع ونزلته على اليوتيوب، وعاده هاي الوقت اللي اروح انسدح او العب او ارتاح فيه لان اكون انجزت، جهزت وخلصت فيديو كامل. لكن الساعه توها 12:25، يعني باقي لي 3 ساعات ونص تقريبا من الدوام، فيعني ساعات العمل لازم التزم فيها بكل دقيقه، فبالتالي لازم نروح حق الشغلات اللي انا حاطها عشان اخلصها. فحين الريل اللي بعده في بالي فكره ريل او شورت بنزلها بعد على اليوتيوب، فحين لازم اروح اعدها اصورها وامنتجها اذا امدى في هال3 ساعات يعني. طبعا اليوم خلصت غدا بسرعه، فعندي نص ساعه زياده يعني اقدر اخذها كبريك، اقعد اطلع اليوتيوب او اي مسلسل او شيء كذي، لانه يعني نفس الدوام الطبيعي يكون عندك ساعه بريك، سواء بتاكل فيها، بتطلع فيها، بتريح فيها، تسوي اللي تبيه. اريح شوي وبعدها نرجع حق الشغل بدون اي مشتتات او ملهيات جانبيه.
ما رضى يبين او لا، بس ظلمت الدنيا يا جماعه. عاده لما اخلص الساعه 4 يكون لا زال في شمس وفي نور، لان حاليا بدات تصير او صارت الساعه 5 بالضبط. ما رضى يبين او لا، ما اعرف. متحمس مع الفيديو ومع اللي صورته، فابي اشتغل زياده، ابى اشتغل زياده. والمفروض ما اسوي هالشيء، اني اشتغل ساعات زياده اادي في ساعات العمل نفسها، عشان ما يصير لي شعور اللي مثلا بعد فتره اكره الشغل او اكره المونتاج او اللي يكون، لانه قاعد ياخذ اغلب يومي. دخلنا الاسبوع الثاني ووصلتني رساله شديده اللهجه من مديري. خل اسمعكم. انا في حياتي ما شفت موظف كسول مثلك. اسبوع كامل كل يوم قاعد اداوم 8 ساعات، يعني لو نحسبها هذه على الاقل 40 ساعه عمل، واخرتها طلعت لي بفيديو واحد. هذه الرساله اعتبرها اول تحذير لك، لان في الاسبوع الثاني انا بصعب عليك الامور. اوكي الصراحه انا اتفق وياه، يعني فعلا 40 ساعة عمل ما طلعت الا بفيديو واحد. وصح جزء عود من الاسبوع كان محاولة تكيف والتأقلم مع نظام الشغل وهالاشياء، لكن لازم اسوي حق نفسي اجراء تهذيبي، لان انا في النهاية نفس ما قلت لكم كل اسبوع الموضوع بيصير اصعب واصعب. دخلنا الاسبوع الثاني، وهالاسبوع كل دقيقة وكل ساعة اضيعها في شيء غير الشغل في اوقات عمل الشغل لازم اعوضها دبل. يعني مثلا مسكت تلفوني قعدت اطالع انستغرام ربع ساعة، لازم اشتغل نص ساعة زيادة. رحت انسدحت نمت بالغلط ساعتين، لازم اعوضها 4 ساعات شغل، وما يخلص الاسبوع الا انا معوض هالساعات، حتى لو اضطريت اشتغل في الويكند. اي نعم عندي ويكند. المهم خلونا نبتدي شغل بدون ما نضيع وقت. اتوقع هالاسبوع هو كان اقل اسبوع امسك فيه التلفون في حياتي. على الوقت او قبل الوقت بدقيقة بعد. لا وعندي فطوري وياي بعد، فممتاز. حرفيا خايف اضيع دقيقة واحدة لان بتعاقب عليها. اليوم عندي اول اجتماع اونلاين في المكتب، والصراحة بضبط لي زاوية حق الفيديو كولز والزوم ميتينجز وهالاشياء. فقعدت ابدل في الاضاءات والزوايا الى ان لقيت الزاوية اللي احسها ممتازة. هي في الكاميرا تبين غير، بس في الفيديو كول تكون بهالطريقة، ففي اضاءة حلوة علي. في نفس الوقت اضاءة الشمس اللي ورا تعطيني نفس ما يسمونه الرم لايت، هاللون كذي بهالطريقة. اوكي خلصت الاسبوع الثاني، والصراحه هالاسبوع كان جدا مختلف. سالفه ان اتشتت كل شوي، مو متعود على انه لازم اشتغل، اختفت. يمكن انه خلاص تعودت على الموضوع، ويمكن لانه خايف من العقاب. وبقول لكم ايش قد ضيعت وقت وايش قد تعاقبت، بس خلنا اعطيكم ملخص الاسبوع. فاول شيء صار في هالاسبوع، خلصت 3 اجتماعات ويا 3 شركات مختلفه، واحد منهم كان اونلاين والباقي كانوا في الواقع. اضطريت اروح لهم في ساعات العمل، ما يخص ساعات العمل موجود حق الاجتماعات. في نفس الوقت اشتغل على بروجكتين كانوا عبارة عن اعلانات حق شركات ثانية، قدرت اخلصهم في الاسبوع. وفي نفس الوقت صورت منتجت ونزلت ريل على انستغرام. فبالنسبة لي هاي انجاز ان قدرت اسوي كل هالاشياء في اسبوع، لكن في نفس الوقت ضيعت 2 ساعة كاملين على مدى الاسبوع، فبالتالي اضطريت ان اعوض 4 ساعات مكان هالساعتين اللي خلصتهم. فاتوقع لازم نلاقي حل، لان فكرة العقاب هذه ابدا مو منطقية. لحظة تعالوا وياي ابى اراويكم شيء. صار لي اليوم اسبوعين من بديت اداوم، يعني وصلنا الى نص الدرب، وانا نفس ما قلت لكم في البدايه كل شوي بيصير اصعب واصعب واصعب هالتحدي، لان حاليا انا قاعد اداوم من 10 الى 4 او 5، يعني اذا اشتغل زياده ساعات 11 12 1 2، وهو دوام 7 ساعات تقريبا. هذه ابدا مو ساعات عمل واقعيه. الاغلب لما يداوم من 9 الى 5، يعني اقل شيء الدوام يكون 8 ساعات. فمن هالاسبوع اللي هو الاسبوع الثالث انا ببتدي اداوم ساعة قبل واطلع ساعة عقب، فبيتحول دوامي الى 8 ساعات من 9 الى 5. ليش مو اوقت؟ لان انا ابدا مو انسان صباحي. يعني ابسط مثال، كنت بسوي حركة ان انا بداوم يوميا، فكنت جايب ثياب انه بروح ببدل وبدخل مرة ثانية، بعدين بطلع ببدل وبدخل مرة ثالثة، فيبين اوقات وايام مختلفة. بس من صدقكم يعني بروح ابدل والبس جاكيت مختلف وشوز وتيشيرت. اوكي فهمت الفكرة. لا اسبوعين خلصوا ولا زال باقي اسبوعين زيادة، وانا نفس ما قلت لكم الموضوع بيصير اصعب واصعب، لكن هاي جزء من التحدي وباذن الله انا قده. جاهزين؟ خلاص ظهري انكسر من القعدة.
أليكسا جود مورنينج. شلون الإضاءة هاللون؟ اوكي، فأمس أول يوم أنا هني في الاستوديو. السبب ورا الموضوع ان صراحة كنت اشوف مباريات، بعدها قعدت اشتغل، وبعدها قررت ان مالي برض امشي دقيقتين اروح لغرفتي، لا خلا انام هني، السوفا شكلها مريح. بس الحلو في الموضوع ان الساعة 8 الصبح انا صاحي وموجود في الدوام، ويعني خلينا نكون واقعيين، كلنا نعرف ان انا قمت من النوم، رحت خذيت الكاميرا ثبتها على الستاند، شغلت المايكات ورجعت نمت عشان التصوير، لكن فيني نومة زيادة يا جماعة، صعب الدوام من 9، حتى لو انا في الدوام من 8 بعد صعب. بنام. بس في هالاسبوع طلعت لي مشكله جديده غير دوام الساعه 9. لا خلاص يا جماعه، تعبت كل يوم 8 ساعات هني، 8 ساعات لا عاد تبدي من هالمكان. بديت اكره الشغل، لازم الاقي حل. فالحل انك تغير المكان اللي تشتغل فيه ببساطه. استوعبت ان كل اللي عليك تسويه انك تغير مكان شغلك عشان ما تتعود على الروتين نفسه. كل اللي كنت اسويه اخذ لابتوبي مع العد مع السماعات مع كل شيء، واروح على اي كوفي شوب او كافيه، اقعد بالساعات اشتغل هناك، وكل شويه اشوف شخص يمر اسولف مع شخص. فكان نوعا ما تغيير حلو الصراحه، بدل النظام ان انا بس قاعد في المكتب كل يوم مجابل 4 حيطان وخلاص. لكن في نفس الوقت نكون صريحين، كنت فعال اكثر من ناحيه الشغل اللي قاعد انجزه وانا قاعد لحالي في البيت. مستانس لان دخلنا الاسبوع الرابع. ايه ما في احد، بس حبيت احتفل يعني بالانجاز ان دخلنا. المهم بعد اسبوع كامل من الدوام 8 ساعات، استوعبت شيء رهيب، ان حرفيا ما فرق ولا شيء من ناحيه الانتاجيه، حرفيا بس قعدت ساعتين زياده، ونفس اللي كنت اسويه في 6 ساعات قاعد اسويه في 8 ساعات. اللهم قاعد اضيع وقت زياده الحين، لان احس انه اوه في وقت، على عكس قبل لما كان عندي 6 ساعات كنت انجز فيها يمكن اكثر من اللي قاعد انجزه في 8 ساعات. اللي تشوف الجو يقول مداوم المغرب. بس حرفيا يا جماعه الساعه 9 الصبح، بس ان الجو مطر وغيم. وهالاسبوع نفس ما قلت لكم بيكون اصعب اسبوع، مو بس من ناحيه الشغل واوقات العمل وهالاشياء، لا هالاسبوع احنا نبي نكون انسان طبيعي يعيش حياته طبيعيا مع الشغل. شنو يعني لحظه شوف احسن العدسات. اوكي اي نعم، هالاسبوع بيكون متعب، لانه بيكون الاسبوع اللي كل يوم قبل الدوام بروح اسوي فيه رياضه. ويمكن تسالني ليش؟ نفس ما تعرفون انا انسان مو بصباحي، لكن قعدت ابحث بعرف هذولين الصباحيين اللي يصحون من الساعه 5 و6 الصبح شلون يكون عندهم طاقه من الصبح، مو وين تطلع هالطاقه. فبالتالي اكتشفت ان عندهم نوعا ما عامل مشترك، اغلبهم يحبون يسوون رياضه او تمرين بسيط من خلاله ينشطون الدوره الدمويه عندهم، وبعدها يبتدون شغل. فقلت خلاص اخر اسبوع انا كل يوم بصحى قبل بروح اتمرن، وبعدها برجع للشغل. وانا عن نفسي احب الرياضه وتنشطني دائما، لكن هل هالشيء بيأثر على أدائي في الشغل؟ هل هالشيء بيعطيني نشاط طول وقت الدوام للعصر، ولا مباشرة يعني ساعة ساعتين وبتلاقوني نايم هني؟ نقطة إيجابية حق اللي يروحون الجيم الصبح، دائما الجيم فاضي، فلما تروح قبل الدوام غالبا يكون فاضي، لكن هل فيك طاقة انك تتمرن؟ ومباشرة بعد الإطالة بديت بالتمارين الهوائية، لأن هي اللي ترفع دقات القلب وممكن تنشط الجسم، على عكس التمارين العضلية اللي بتكسر جسمي بعدها. بس اللي ما توقعته الشيء اللي صار لي في هاللقطة، لهالسبب حطيتها لكم بالبطيء. لا بس هاي حركة أحب أسويها لما الجيم فاضي، أشغل الماكينة على أبطأ سرعة وأحسس روحي إني أركض سلو موشن. بس يعني خلينا نزيد السرعة، خلينا نبتدي تمرين صجي. لحظة أشوفك تبي تكتب شيء في الكومنتات إنه يا أهبل لا تمشي بالعكس. لا، هذه تمرين حق مفاصل الركبة. شكرا. ما ينفع أصور في الجملة. اليوم عرفت ليش اللي يسوون رياضة قبل الشغل عادة يكونون الناس يصحون الساعة 5 أو 6 الصبح. يعني أنا في بالي إن كنت بصحى الساعة 8 الصبح، بروح أسوي شوية رياضة، وعلى الساعة 9 ونص أو شيء بخلص، برجع الساعة 10 أنا موجود حق الدوام. المفروض ساعتين كفاية، لكن اللي ما فكرت فيه إن أنا باخذ وقت لما أصحى، لما أسوق، لما أروح الجيم، لما أسخن، لأن جسمي لا زال بارد، توني صاحي من النوم، لما أخلص تمريني، لما أخذ شاور، لما أرجع من الجيم عشان أشتغل. هاي الأشياء كلها ما
حسبتها، فبالتالي وصلت الجيم الساعة 9 وخلصت الساعة 11، ساعتين بس عشان اخلص تمريني، وبعدين وصلت 11 ونص هني، فتأخرت على الدوام اليوم، وهاي ساعات عمل لازم اعوضها. لكن أكون صريح وياكم، اليوم من أول دقيقة وصلت فيها وأنا في قمة النشاط. عادة يعني مثلا لما أوصل أنا للحين بس قاعد أشرب قهوتي وقاعد أصحصح عشان أبتدي أشتغل، عشان هالأشياء ياخذ لي وقت في البداية. لكن اليوم الوضع مختلف، وصلت من أول دقيقة فتحت اللابتوب بوب، عارف الشغل، عارف شنو أبى أسوي. ليش؟ لأن في الجيم أنا قاعد أفكر في الأشياء اللي بسويها، قاعد أخطط حق يومي، قاعد أخطط حق الشغل اللي بسويه والأشياء اللي بسويها والأشياء اللي بقولها حق الكاميرا الحين. لكن حرفيا طول يومي بس قاعد وادور اكل. في اكل؟ في اكل ولا لا؟ مو في؟ بس هاي اللي قاعد اسويه طول اليوم، فانا طول الوقت في الدوام قاعد ادور اشياء اكلها. اخيرا يمكن اقدر اسويها يا جماعه، ان اروح اتمرن واخلص تمرين وارجع وللحين الحق على الدوام على الوقت بدون تاخير. ليش؟ لان حاليا الساعه ما عندي ساعه، اوكي الساعه 6 الصبح. لا تسالوني انا بروحي ما اعرف شلون قمت. ببدل الحين بحاول اروح اتمرن اخلص ونبتدي نداوم. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. الله يسلمك. خبر السكرتير يحجز لك موعد. اي نعم، يلا مع السلامة. البدلة هاي لأن آخر يوم من الدوام، وصلنا حق اليوم 30 يا جماعة، اليوم الأخير. شهر كامل أنا متحدي روحي وملتزم بدوام 6 إلى 8 ساعات يوميا، ما عدا الويكند يعني إجازة. للأمانة من كثر ما عجبتني الفكرة بواصل عليها بعد هالتحدي بعد، لأن تعلمت فيها أشياء كثيرة. يعني أتوقع أهم درس تعلمته الالتزام الالتزام الالتزام، مو بس بالشغل وخلاص. الالتزام إنه حرفياً أنت تختار وقتك ودقائق يومك وين تروح تقضيها في شنو، مو التلفون ولا أي شيء ثاني يحدد شنو يصير في يومك. وغير هاي للأمانة توقعت إن التحدي بيكون سهل، لكن انصدمت، لأن يومك لما بتسوي فيه رياضة وبتشتغل 8 ساعات وبتطلع مع أصدقائك وبترجع وبتفكر ترى ما في وقت. اليوم يخلص بسرعة، يعني 24 ساعة أبدا مو كفاية. ويمكن تسألني تقول لي حمان احنا لاحظنا كل هالاشياء اللي استفدت منها، ليش قاعد تقول لنا عنها؟ لأن بكل بساطة أبي الوقت يخلص عشان ينتهي الدوام، لأن باقي 5 4 3 2 1 خلصنا دوام، مع السلامة باي. نسيت كوبي، بس اليوتيوب يقول إن هاي الفيديو بيعجبكم ترى.